هدف صلاح الرائع واحتفاله الأيقوني بعد ما راح أخد الموبايل من واحدة من مصورين ملعب الأنفيلد. وكمان علم مصر كان حاضر في الليلة العظيمة دي. أنت الآن يا صديقي تنظر إلى أفضل لاعب عربي وإفريقي في التاريخ. أنت الآن تنظر لأفضل لاعب في العالم حاليا إلى حين ظهور ملامح لمين هو بطل دوري أبطال أوروبا. ليفربول دخل مباراة توتنهام النهاردة وهو محتاج لتعادل فقط، محتاج لنقطة واحدة علشان يحقق ويحسم لقب الدوري الموسم الحالي موسم 2025. اللي سهل المهمة على أرن سلوت طبعا كانت الهدية اللي أهداها كريستال بالاس لليفربول في تعادله مع أرسنال الأسبوع الماضي في الدوري. المهم ليفربول فاز بالمباراة بخماسية مقابل هدف، وصلاح في الليلة دي طلع بهدف رائع جدا بعد انطلاقة في هجمة مرتدة وبتمريرة من دومينيك سوبوسلاي ليه، قطع بالكرة لبره الملعب كده، وعلى عكس ما بيلعبها دايما زي ما احنا متعودين بيلعبها في البعيدة، حطها المرة دي في الزاوية القريبة صاروخية أرضية علشان يسجل الهدف الرابع لليفربول. صلاح بعد الهدف جرى يحتفل مع جماهير ليفربول، وبعد ما خلص احتفالات وسلام على اللاعبين وطبعا انتهى من سجدته المعتادة شكرا لله على ملعب الأنفيلد، اتجه لجهة أخرى من مدرجات ملعب الأنفيلد، بالتحديد توجه لواحدة من المصورين الموجودين في الملعب، ويبدو ان كان في اتفاق ما بينهم من قبلها على الاحتفال ده، لأن صلاح وهو بيقرب منها ومن غير ما يكلمها كانت واقفاله أصلا ومطلعة الموبايل بتاعها ورايحة تسلمهوله، أو ممكن ما يكونش باتفاق عادي جدا وهي اللي اقترحت على صلاح الفكرة بانها شاورت له بالموبايل قبلها، لان صلاح بعد ما قام من السجود بص لناحية المدرجات كده وكان بيتفاعل مع حد، واكيد الحد ده كانت المصورة دي. المهم صلاح اخد الموبايل منها واخد سيلفي المرة دي بس مع الجماهير بقى. صلاح اخد اكتر من صورة، وطبعا الشاب جامع الكرات اللي كان قاعد وراه استغل الموقف، واول ما لقى صلاح جاي ياخد السيلفي على طول وقف علشان يتصور معاه، لانه عارف ان ده هيبقى سيلفي للتاريخ مع ملك ليفربول. يا بختك يا ابني والله، حتى لو كان اللي ظهر منك بس هو ربع وشك. السيلفي ده اتكلم عنه محمد صلاح قبل حسم اللقب، وقت ما كان بعد كل مباراة وكل فوز بيتصور سيلفي مع اللاعبين اللي سجلوا اهداف، ولما اتسأل عن العادة اللي بيعملها دي رد وقال انه بيتمنى ان اخر سيلفي ياخده يكون مع الجماهير بعد ما الفريق يحسم اللقب ان شاء الله. صلاح وعد واوفى، وبالفعل اسطورة ليفربول النهارده وبعد ما سجل هدف عالمي في مباراة حسم اللقب اخد السيلفي اللي كان بيتمناه. طبعا الكينج بعد نهاية المباراة وخلال الاحتفالات كان في قمة سعادته وهو بيرقص احتفالا مع جماهير الأنفيلد بلقب الدوري رقم 20 في تاريخ ليفربول، وشفناه طبعا في لقطة مع علم مصر اللي كان لفه على رقبته بيحتفل بيه. ألف مليون مبروك لكل عشاق ليفربول لقب الدوري البريمير ليج، مبروك لصلاح وإن شاء الله دايما مشرفنا كينج.